سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده. جبت لكم واحد الحلوه رائعه، حلوه لي غوس، راح تجي بزاف هايله. هاد الحلوه راح تكون بريستيج، يعني دوكا حبيت ندير لكم حاجه يعني تاع شوكولا وكامل لمناسباتكم، الحفلات، نجاح البيام يعني تاع وليداتكم. ان شاء الله ان شاء الله وليداتكم تاني كي ينجحوا الباك تقدروا ديروا لهم هاد الحلوه بزاف بزاف هايله وتقطع كميه كبيره. كما راكم تشوفوا خياتي، انا هنا ضاعفت المقادير. اللي حبت دير مقادير صغيره تقسم الكميه على 2. درت 500 غرام لا مارغارين، 500 غرام سكر ناعم، 3 بيضات وزوج بياض بيض. رايحين نخلطوا مليح هاد المكونات ونديروا تاني لافاني، 2 ملاعق صغار تاع لافاني. نخلطوا مليح المكونات، حبيتي تخدمي بالفوي حبيتي تخدمي بالباتر، لكن الاختيار. المهم نجنسوا مليح، شغل يذوب مليح السكر مع مع الزبده ويذوب تاني مع البيض هذاك. وديروا في بالكم خياتي، هاد الكميه تقطع كميه كبيره حوالي 80 حبه. يعني اللي حب دير كميه قليله فقط تقسم المقادير على 2. كما قلت لكم دير 250 غرام تاع لا مارغارين، دير 250 غرام تاع سكر ناعم، دير حبه من البيض وبوحده بياض بيض، ولا تقدر حتى دير حبه من البيض كامله، ودير 2 بياض بيض ثاني تقدر دير هكا عادي. من باقي الحوايج اللي ما درتهمش يعني تاني حتقسمهم على 2. باغ عندنا الكاكاو 4 ملاعق، ديري نتي 2 ملاعق. تحتاجي تاني الكاوكاو 500 غرام يعني كي تكوني تضاعفي، كي تحبي ديري مقادير قليله ديري 250 غرام تاع الكاوكاو. وكما قلت لكم لازم عليكم تضربوا مليح مليح هذا الخليط. كما راكم تشوفوا، شوفوا القوام ديالو كيفاه داب مليح، كيفاه تخلط، كيفاه تضاعف الحجم ديالو. هنا كانت بقات معايا ملعقه تاع شوكولا هذيك بودر درتها، ودرت معاها 4 ملاعق تاع كاكاو يكون نوعيه مليحه. يعني ديروا هذاك الماغون، ما ديروش لك حال هذاك المر، راح تجي ريحته ماشي مليحه، ميم المذاق ديالو راح يجي فرشه خلاص. ومن الاحسن الكاكاو وسكر ناعم هادو الحوايج كامل لازم عليكم تغربلوهم، يعني تكونوا صفيتوهم من قبل باش هكا الكاطو ديالكم يجيش فيه الحبيبات تاع الكاكاو ولا حبيبات تاع السكر الناعم. وراه بزاف ساهل هاد الكاطو في الخدمه ديالو. نونسان راح يحمر لك وجهك، راح يجي بزاف 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 بنين. البنات ما نحكيوش على البنه خياليه، راح يجي بريستيج يحمر لك وجهك. سورتو الا درتي عرضه ولا درتي حفله بوعام ولا حفله باك، ولا تقدري ديري هاد الكاطو راح يجيك روعه. البنات جربوه البنات وعاودوا خليوا لي تعليقاتكم وخليوا لي رايكم فيه. نحتاجو دوكا في الكمية الكبيرة نحتاجو 500 غرام من الكاوكاو يكون محمص ومرحي، ولا عندك اي مكسرات، عندك جوز اللوز تقدري ديري. انا عندي الكاوكاو متوفر، عندي كاوكاو درت الكاوكاو. اللي حبت المقادير القليله كما قلت لكم تقسمي على 2. 500 غرام دونك البنات راح ديروا 250 غرام تاع الكاوكاو. انا دائما نحب نشارك معاكم الكميه الكبيره للبنات، يعني اللي يحبوا يديروا كميه كبيره انا جينيرالمون ندير كميه كبيره، وانتم لا حبيتوا ديروا الكميه اقل منها تقسموا فقط المقادير على 2. ولا ما عرفتوش خليوا لي فقط تعليقاتكم راح نجاوبكم ونقول لكم كيفاش رايحين ديروا. نجوزو دوكا للفارينه البنات اللي كنت ديجا صفيتها ومغربلتها. راح نبدا نضيف الفارينه تدريجيا. وهنايا تاني نحتاجو الخميره الكيميائيه في هذا النوع تاع الكاتو، نحتاجو 4 خميره كيميائيه. الكاتو تاعنا راح يجي بزاف بزاف طري. وكيما على بالكم يعني كاتو لي غوس نديروا له كريمه الزبده. انا في الصيف ما نحبش نخدم بكريمه الزبده، حبيت نديرو فقط بمربى المشمش. وجا البنات طري 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 لدرجه ما تتخيلوهاش، يعني بزاف طري ما تخافوهش. ونصيحة الخميرة الكيميائية دايما ديروها فوق الفارينة وتبداو تلموا حتى تحصلوا على عجينة طرية. بعد ما تحصلوا على هذيك العجينة الطرية رايحين ديروها في ساشي كيس بلاستيكي وديروها في الثلاجة حتى يعني تشد روحها مليح، وسورتو كي تكون سخانة. ومن بعد نجوزو نخدموا بها. في هذه المرحله دائما نقول لكم تكونوا ديجا شعلتوا الفرن ديالكم، تكونوا ديجا فرجتوا البابي كويسون ديالكم فوق لي بلاطو. ودوكا كيما راكم تشوفوا فرجت ساشي وزدت حطيت العجينه ديالي نفرش نغلفها بساشي باش هكا ما نضلوش نضيفوا في الفارينه والكاطو ديالنا يجي يابس، يعني جهه تجي يابسه نص ما ديرولوش فارينه بزاف راح يجي طري وهي رايحه. من الاحسن تخدموا الخدمه نقيه متقونه هكا بلي ساشي. بالنسبه للطابع تحبوا ديروا اي طابع اللي حبيتوه نتوما. كيما على بالكم غاتو غيس جينيرالمون يجي دائري، انا نحب نديرو دائري هكا
اللي حبت ديرو مربع ولا اي طابع تقدر دير. نشفتوا العجينه ديالكم بزاف بزاف تلصق، تقدروا ترشوا كميه خفيفه في الساشي هذاك تاع فرينه، كميه خفيفه فقط. ولا شفتوها مليحه ما كلاه، تقدروا تاني الطابع ديالكم هذاك تغمروه في الفرينه بعد تطبعوا به. يعني هاد الحوايج يسهلوا عليكم. كما راكم تشوفوا راني نحي في الحبات وراهم بزاف ساهلين يتنحاو معايا فاسيلمون. وبعد ما تكملوا الحبات ديالكم راح ندخلوهم للفرن يطيبوا. لو فات تشوفوهم البنات بداو ينشفوا وحماروا قليل فقط من الاسفل، تخليهمش حتى يحماروا بزاف. رايحين تخرجوهم تخليوهم لمده في البلاطو باش ديموليوهم هكا، يزيدوا يشدوا رواحهم مليح مليح في البلاطو. يعني ما تخليوش حتى الكاطو ديالكم يبس من بعد يجيكم يقرمش وما يجيكمش طري وما يجيكمش هشيش. نجوزو دوكا العجينه السكر اللي كنت عجنتها مليح، رشيتها بالكاكاو وما درتش مايزينا لا خطراكش اللون ديالها بني باش هكا تضمنوا تكون بريزونطابل معاكم. انا هنايا هاد الكاطو درتو للعيد، دونك الطوابع اللي درتهم راهم عيد سعيد. كاين طوابع تاع البيام، كاين طوابع تاع الباك تاع نجاح، مبروك النجاح وكامل، تقدروا تشريوهم هذوك وتطبعوا بهم وتحطوهم فوق الكاطو ديالكم. يعني تقدروا تخدموهم. دوك الديكور يبقى اختياري، سا ديبون على حساب الحفله اللي راح تكون عندك. ماهمش غاليينك طوابع، يديروا فقط 10,000 ولا 12,000 ماشي حاجه. نجوزو دوكا البنات نلموا الحبات فوق بعضها، نشوفوا كيف يعني ضعف حجم ديالهم شويه في الفرن. هنا كنت ديجا سخنت المربى تاع المشمش باش الحبات ديالي يكونوا طريين، ما حبيتش يعني نستعملوه هكذاك ديريكتومون. سخنته مليح، من بعد بديت نلم في الحبات ديالي. من بعد ذوبت شوكولا على حمام مائي، ومن بعد ضفت لها القليل من الزيت. كل 100 غرام تاع شوكولا تضيفوا لها ملعقه تاع زيت. انا هنا كان عندي 400 غرام تاع شوكولا، درت 4 ملاعق تاع زيت وخلطتهم مليح. بالنسبه لنوع الشوكولا اللي راني درتها، درت الوجدان هكا البنات، يعني باش مداليوش حايرين. درت الوجدان شوكولاته بالحليب. ومن بعد نجوز نقلاصي الحبات ديالي، وكما راكم تشوفوا فرشت بابي كويسون باش هكا الخدمه ديالي تجي نظيفه متقونه ما يلصقليش في البلاطو وهي رايحه. وهذه هي طريقتي اللي نقلاصي بها. دائما نحط الحبه ديالي فوق الفرشيطه هكا ونرشها بالشوكولا من الفوق. من بعد نهز فرشيطه واحده اخرى ونحي بها الحبه باش يتنحوا هذوك البقايا اللي من الاسفل، ما تهزليش بزاف البقايا. شوفوا الله يبارك الحبه كيفاش جات متقونه، كيفاش الشوكولا هذيك جات تلمع وهي رايحه البنات. بالنسبه لعجينه السكر اللي خدمتوها البنات، يعني خدمتوها دو بريفيرونس توجدوها قبل ما ديروا شوكولا، ولو فات كلاصي هكذا حبه الكاطو راح تحطي لعجينه السكر هذيك من الفوق باش تضمني هذاك الزائد كامل تاع الشوكولا يروح والحبه ديالك من بعد تجي بريزونطابل. يعني لا راكي راح ديري ديكور تاع عجينه السكر، حطيه ديريكتومون من الفوق قبل ما تنشف الشوكولا. وهذا هو شكل الكاطو الاخير. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه في الافراح، في المناسبات ديالكم، في الحفلات ديالكم، وان شاء الله نكون شهيتكم في الجنه. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى، في فيديو واحد اخر. ولا عجبكم الفيديو البنات ما تبخلونيش باشتراك في القناه وبارطاجيو ماكس دو بارطاج باش يوصل اكبر عدد من البنات. وهاد الحبات درت لهم فقط خطوط رقيقه من شوكولا، درت شوكولا ديالي في كيس بلاستيكي ودرت الخطوط هكا تاني باش تستفادوا خياتي. مع السلامه.